الاعلام احمد حسام ميدو بعد بيان النادي الاهلي لاتحاد الكره، وطبعا معظمكم اكيد شاف البيان اللي عمله وبعته النادي الاهلي لاتحاد الكره بيطالب فيه موعد مباراه السوبر المحلي. البطوله اللي اتحاد الكره عايز يفتكس حاجه جديده اول مره نشوفها، عايز يخليها باربع فرق، والمفروض نادي الزمالك ما يشاركش في البطوله. فطبعا النادي الاهلي كلنا عارفين هو بيقدم البيان ده عشان يشوف مين الفرق اللي هتشارك، واتحاد الكره بقى يعلن لك عن اسماء الفرق والموعد. والنادي الاهلي الغرض من البيان ده ان هو يعرف التوقيت بتاع البطوله هتتلعب امتى، من الفرق اللي هتشارك في البطوله. طبعا كلكم عارفين ان الزمالك ما ينفعش يشارك على الاطلاق حسب اللائحه، نادي الزمالك انسحب من السوبر اللي فات وبيراميدز دخل مكانه، فطبعا ما ينفعش على الاطلاق نادي الزمالك يشارك. فساعتها بقى لما اتحاد الكره يرد ويقول ان الزمالك يشارك، ساعتها النادي الاهلي يبقى راي اخر، وساعتها عايز اقول لك النادي الاهلي احتمال ما يلعبش في البطوله. تبقى كوسه حرفيا من اتحاد الكره لو نادي الزمالك شارك. المفروض الزمالك كنا عارفين حسب اللائحه بتقول نادي الزمالك ما لعبش السوبر موسمين او سنتين على التوالي. فطبعا ميدو طلع يقول النادي الاهلي ده الغرض اللي بيعمله النادي الاهلي، او ده الغرض من البيان اللي بعته النادي الاهلي لاتحاد الكره، وطلع يقول لك ان اتحاد الكره مش هيرد على بيان النادي الاهلي، وطبعا بيهرتل كعادته ومش دارين هو بيقول ايه. يعني اتحاد الكره مش هيرد على الاهلي يعني اتحاد الكره اصلا يتجاهل النادي الاهلي؟ والنادي الاهلي مثلا بيشتم اتحاد الكره؟ النادي الاهلي بيبعت بيان بيستفسر عن شيء معين، بكل ادب وبكل احترام بيستفسر عن موعد البطوله او بطوله السوبر المحلي.